كيكة الترلتشي أو الكيكة الباردة أو الكيكة التركية، حاجة كده خطيرة ترطب عليكي في الحر ده. هاتي بقى الخلاط بتاعك كده وانزلي فيه بأربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقتين من الفانيليا، كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت. هنضرب بقى المكونات دي في الخلاط لحد ما تلاقيها فتحت معاكي كده وبقى لونها فاتح. كوبايتين من الدقيق المخصص للحلويات، رشة من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هننزل بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط على الدقيق، هتلاقي قوامه بقى تقيل كده. هحط بقى كوباية من الحليب السخن، عليها مكعب من الزبدة، هتلاقي الزبدة ساحت. قلبي بقى كل الكلام ده كويس، ما تقلقيش خالص، هو ده القوام المظبوط. هتكوني محضرة قالب كده مقاسه 24 ل 26 مدهون سمنة كده، وفرنك شغال على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني. هتدخل بقى من 25 ل 30 دقيقة. هنختبرها بقى بخلة كده من الخشب، أول ما تطلع نضيفة يبقى كده تمام استوت. هنبردها على شبكة، وبعد كده هشيل الجزء اللي تحت ده علشان لما اجي اسقيها باللبن تبقى طرية كده وتعرف تتشرب. نحضر طبقة الكريمة لكل كوباية لبن، كوباية كريم شانتيه، نضربهم كويس لحد ما يوصلوا للقوام ده. نسقي بقى الكيكة بتاعتنا بكوباية من الحليب، أهم حاجة تكون الكيكة بتاعتنا بردت تماما، وانزل عليها بطبقة من الكريم شانتيه، وبعد كده اسويها تماما، ادخلها التلاجة 10 دقايق لحد ما احضر صوص الكراميل. حلة بقى وننزل عليها في كوباية من السكر، أول ما السكر يدوب كده على نار متوسطة انزل بمكعب من الزبدة، احط عليها كوباية من الحليب أو اللبن بدرجة حرارة الغرفة. هتلاقي فيه تكتلات، ما تقلقيش، هنستني كده على نار هادية لحد ما تلاقيها ساحت تماما. اكون محضرة ربع كوباية من الحليب، عليهم معلقة ونص من النشا، وانزل بيها كده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. حطيه في بولة بقى وسيبيه يبرد تماما، واول ما يبرد هنزل بالطبقة الأخيرة دي على الكريم شانتيه. كانت عاينة بقى شوية كريم شانتيه على جنب كده، واعملي بقى خطوط بالطول كده، وبعد كده بقى بخلة كده من الخشب بتعمليها رايح جاي عشان تاخدي بقى شكل الكيكة التريليتشا. مش عايزة اقولك بقى ميكس الكريمة مع الكراميل مع طراوة الكيكة يجنن قد ايه. حاجة كده خطيرة. دخليها بقى التلاجة تسقع كده عشان ترطب عليكي في الحر ده. لو عجبك الوصفة لايك وشير، سبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.